جات عندي اون فام للكابيني اللي بغات دوز على تاخر الانجاب وبغات دير اون ستيمولاسيون اوفاريان ولا تنشيط المبيض ولا تحفيز المبيضين، ولكن بلا ما دير لا تحليلات لا اكزامان باراكلينيك. دونك قبل اي تحفيز خصنا نعرفوا السبب ديال تاخر الحمل، وقبل ما نبداو خصنا نديروا ان بيلون كومبلي. تحاليل هرمونيه في اليوم الثاني ولا الثالث من الدوره بحال لي فيساج، لي لاش، برولاكتين وتحاليل واحد اخرين، حيت هما اللي تيعطيونا الفكره على الوظيفه ديال المبيض والتوازن الهرموني عند المراه. اون ايكوغرافي سوسبوبيان اي اندوفاجينال باش تنشوفوا لي زوفير والرحم اللي هي التلفازه، وليستيروسالبينغوغرافي اللي هي تصوير الرحم ولي ترومب باش تنتاكدوا ان القنوات ديال الفالوب محلولين ولا القرون تيدوزوا. وما نساوش التحليلات ديال الراجل، تحليل السائل المنوي، لو سبيرموغرام، سبيرموسيتوغرام و بيان سبيرموكولتور، لانه بنسبه كبيره تيقدر يكون عندنا المشكل في الراجل ولا بعض المرات مشكل مشترك ما بين الراجل وما بين المراه، حيت التحليل كيعطينا واحد الفكره على العدد، على الحركه، شكل الحيوانات المنويه ولا وجود التهابات ولا ميكروبات اللي خصها تعالج. وفي بعض الحالات تنديروا انيستيروسكوبي دياغنوستيك ولا التنظير الرحمي باش نشوفوا الدخلاني ديال الوالده والا كانوا فيه دي بوليب ولا التصاقات باش تنزولوهم. ماشي كل تاخر الانجاب كيتحل بتحفيز ولا اون ستيمولاسيون اوفاريان، خص ان دياغنوستيك كومبلي باش نربحوا الوقت ونزيدوا تم الفرص ديال النجاح.